للأسف مش هتحتاج إبراهيم تاني إن هو يعمل work flow. أنت كل اللي عليك هتخش على موقع، هتكتب له أنت عايز أنهي work flow، وهو هيروح يكوّد لك الwork flow اللي أنت عايزه، ومن غير ما تدفع ولا جنيه، كله مجانًا. يالّا بينا نبدأ الفيديو. يا أهلًا بكم من جديد، معاكم إبراهيم خليل من N@N بالعربي، والنهارده بإذن ربنا هنتكلم عن موضوع مهم جدًا، ألا وهو إزاي أعمل work flow من غير ما أحتاج لإبراهيم. حلوة الفكرة. أنا هنا صممت قُلت له أنا محتاج work flow لNTN عن ط يرُد على كومنتات الفيسبوك، ويبعت للعميل رسالة بعد ما يرُد على الكومنت بتاعه، وعمل لي كود زي ما أنت شايف كده، ورُحت رفعته على NTN وعادي اشتغل، ما فيش أي مشكلة، ما حصلش أي حاجة. طيب إزاي الكلام ده؟ أول حاجة أنا استخدمت موقع اسمه cloud.ai. الموقع ده هو عبارة عن موقع بيعمل أكواد برمجية، ماشي. أنا شرحت له أنا عايز إيه، وهو عمل لي الscript. أنا رُحت واخد الscript، عملت له download، ورُحت رايح على NTN. واللي ما يعرفش NTN هو عبارة عن موقع automation، كل اللي هو بيعمله بيروح يعمل لك الحاجة بدل تدخُّل منّك. يعني أنت مثلًا عايز الكومنتات بتاعة الصفحة، أي حد يعمل لك كومنت على الصفحة يترد عليه، هيعمل لك الكلام ده. عايز مثلًا إن حد تبعت له إيميلات لمّا يشتري حاجة معيّنة أو ما يشتريش، عايز يحجز مثلًا، ماشي، وهكذا. فNetN أنت عشان تشترك فيه هتكتب بس NetN في جوجل، ماشي، تخش على أول موقع على طول، وتبدأ تدوس على كلمة اسمها get started اللي هنا، وبعد كده يبدأ يظهر لك واجهة زي الواجهة دي. ماشي، أهو الواجهة زي الواجهة دي كده بالضبط. هتقول له على create workflow، وكل اللي عليك بعد ما تنزّل الworkflow من هنا هتدوس على download as JSON file. تبتدي بقى تروح على ال3 نقط دول، تقول له import from file، تختار الفايل اللي أنت نزّلته. خلّيني مثلًا أختار فين الفايل اللي أنا نزّلته، هو الفايل ده، ماشي. بدأ إن هو ينزّل لي الفايل أهو. طبعًا علامات الerror دي بسبب إن أنا مش لسه ما ربّطتش الصفحة، لسه ما يعرفش اسم الصفحة بتاعتي إيه، فمحتاج إن أنا أربّط اسم الصفحة. أحط له اسم الصفحة، وأحط له حاجة اسمها الtoken، تمام. طيب بتجيب منين الtoken ده؟ كنت شارح في فيديو هيظهر لك ناحية اليمين أو ناحية الشمال، ماشي. بتخش على حاجة اسمها فيسبوك app developer، وتروح تجيب منه الtoken، ماشي. وكل اللي عليك هتدوس على العلامة دي أو على الصفحة دي، تمام، وتقوم رايح حاطط الإيه، الtoken. طيب بعد كده مبروك عليك الwork flow، خلاص كده خلص الموضوع. طيب أنا أقدر أستفاد من الموقع ده بإيه؟ أي work flow أنت عايز تصنعه، ماشي، أي work flow أنت عايز تصنعه، اكتب له بس prompt. أنا هنا كاتب له مثلًا design work flow على NetN بيعمل Facebook reply للcomment، ويرسل رسايل after reply، ماشي. طيب بيبدأ إن هو يطلّع لي الحاجات اللي هو مثلًا بدأ يشتغل عليها، وطبعًا ما طلّعليش الفايل، فقُلت له أنا محتاج الJSON for NetN. بدأ بقى يكوّد لي أهو الفايل، ماشي. ده الفايل اللي هو إيه، كوّده لي، خلاص. أنت ممكن تروح تدّي له الtoken، تروح تدّي له الإيه، الtoken، وهيطلب منّك الlink بتاع الصفحة. تروح تدّي له link الصفحة، وهو هيعمل لك كل حاجة من أولها لآخرها، وهيبتدي إن هو ينشئ لك workflow كامل. طَب افرض أنا مثلًا، خلّيني أعمل لكم مثال قدّامكم، ماشي. أنا محتاج مثلًا نقول له إيه، إحنا عملنا كذا workflow، خلّيني أقول له مثلًا أنا محتاج أعمل automation، أو خلّيني آخُد نفس الprompt ده اللي فوق، اعمل لي design workflow على NetN يعمل automation لLinkedIn posts، بوستات لي على LinkedIn، ماشي، using مثلًا الAI، تمام. بين قوسين حاجة اسمها open root ده مثلًا بيبقى حاجة كده أنا شرحتها في كذا فيديو، ده مجاني بيدّيك إن أنت تستخدم DeepSeek بقى، ChatGPT 4، كل الكلام ده، بس مش مجاني على طول عشان ما تفتكرنيش باقول مجاني على طول.
وعايز need الجيسون فايل، ومحتاج الجيسون فايل، تمام. طيب هل يا ابراهيم مش ممكن يبقى في خطأ في الورك فلو؟ هيبقى في خطأ، انا معاك ان هو هيبقى في خطأ، بس الخطأ اللي هيظهر معاك انت هتروح هتقول له مثلا ايه، عند الفيسبوك بيج في ايرور عند الجراف اي بي اي فيرجن والنود، هيبدأ ان هو يصلح من الكود. تاني هيبدأ ان هو يصلح من ايه؟ من الكود. طب هل البرنامج ده مجاني؟ البرنامج ده مجاني بس ليه ليميت. ليه ليميت، خلي بالك. ماشي، وممكن تاني يوم تستخدم البرنامج تاني عادي. طب انا عايز استخدمه تاني وتالت ورابع عادي، هتروح على حاجه اسمها فيك ايميل، ماشي، او بنسميه تمب ايميل، وتروح تكريت ايميل فيك، ماشي، وهيبعت لك رساله تاكيديه وخلاص على كده. ماشي، هو اهو بدا ان هو يعمل لي ال N8N اوتوميشن. خلينا نستنى لغايه لما يخلص، هو كل ده لسه بيحمل. بدأ أهو زي ما أنتم شايفين كده، بدأ إن هو يحط حاجات الLinkedIn. طبعًا خلّي بالك أنا كنت شارح، هتلاقي برضه في فيديو طالع لك ناحية اليمين أو الشمال، شارح إزاي أربّط LinkedIn ب الNetN. فروح للفيديو ده هتلاقيني شارح إزاي تربّط LinkedIn بNetN، لإن أنت هتحتاج برضه تروح على LinkedIn Developer، دي برضه من ضمن الأدوات، ماشي. تروح على LinkedIn Developer وتجيب برضه منه حاجة اسمها الApp ID والAdd Secret، وتاخد permission على حاجات معيّنة. بس أنا النهارده فكرة الفيديو إن أنا إزاي أطلّع work flow، تمام، من موقع cloud، ماشي. بدأ إن هو يشغّل لي، وبدأ كمان بيعمل لي testing. خلّينا نشوف بقى هل الكلام ده حقيقي والّا لأ. خلّينا أنزّله download as JSON file. خلّي بالك إن هو طالب منّك شوية طلبات فوق، إن هو محتاج إيه، محتاج حاجة اسمها الauthorization، أو ال ال في بيبقى زي عبارة عن كود، تمام، بيتحقق إن أنت صاحب الapplication ده، ماشي. بيبقى في authorization، تمام، وauthentication، في حوارات كده بتحصل، وعايز طبعًا open root API، ماشي، وكل الكلام ده وaccess token. فخلّيني أروح على الwork flow، أcreate work flow جديد، work flow أهو. خلّي بالكم موضوع الفيديو ده هو عن الموقع مش على الwork flow، عشان ما حدش ييجي يقول لي إيه، طب الwork flow ماله؟ لإن هو طبعًا هيحصل غلطات، هارجع للموقع هاقول له على الغلطات المعيّنة، بس أهم حاجة إن هو صمم لي الwork flow، مش لسه هاعمل حاجة. أقول له create work flow import from file أهو. بيقول لي مش عارف إيه problem في الwork flow. خلّيني آخد الكود ده وأقول له خلّي بالك، sorry أنا بعتّ prompt بالغلط. stop 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 LinkedIn automation. هيبدأ إن هو يعدّل، بس هو عدّل لي على الwork flow. لأ إحنا محتاجين بتاع الLinkedIn. بُص، أنا كل اللي أنا باعمله إيه، باعمله قدّامكم إيه، باكتب له كل حاجة، حتى المشاكل، تمام، اللي ظهرت، عشان يراعيها، ما يغلطش فيها تاني أو ما يقعش فيها تاني، ماشي. خلّيني أعمل stop أو escape. خلّيني أشغّل كده. هيبتدي بُصّوا بيعدّل لي في الكود أهو، تمام. خلّينا نشوف بقى، بدأ إن هو يفهم أهو، بدأ إن هو يعدّل في الكود. خلّينا نشوف
هل هيعدّل في الكود والّا لأ؟ طيب خلّينا نعرف أسعار الموقع بتبتدي من إيه، من كام. طبعًا هو في أسعار بتبتدي من $20 في $25 وفي يعني أقل من كده وفي أكتر من كده. خلّينا نبدأ نخش نشوف الpricing أهو view plans أهو صفر ماشي، و$17 وفي عندك فوق ال$100. طيب في ناس هتبدأ تقول لي طب الموقع اللي هو اسمه loveable ده .dev هل ممكن يعمل لي الكلام؟ لأ، كل الكلام ده يقدر يعمله برضه نفس الكلام الموقع ده، يعني ده برضه بديل ممكن أنت تستخدمه. طب هل في موقع تالت؟ لأ، هو مش موقع، هو عبارة عن application اسمه Cursor، ده برضه ممكن إن أنت تستخدمه إن هو يعمل لك الإيه، الwork flow. أنا مستني لمّا الwork flow يخلص، هو خلص أهو الwork flow. برضه قال لي نفس الحاجات، محتاج LinkedIn access token وهكذا. هاقول له ماشي كتّر خيرك، طب نزّل لي بقى الJSON ده fixed خلاص. خلّينا نشوف هل هيشتغل والّا لأ. هنروح أهو import from file، آخر حاجة نزّلناها أهي، ماشي. هنا سنسكت قليلًا. في شوية غلطات بس مش مشكلة، تمام. هو هنا هيروح يgenerate الcontent، تمام، ويروح يبعته لLinkedIn ويبعت لي كمان يبعته لجوجل شيت ويبعت لي كمان إيميلات إن هو لو نزل الpost هيبقى success ولو ما نزلش هيبقى error. طبعًا هنا عامل trigger ده اللي هو كل يوم يعني ينزّل post وهكذا، ماشي. حاجة جميلة جدًا بصراحة. الerror اللي ظاهرة دي يا جماعة دي بس عشان أنا مش مربّط جوجل شيت أو أنا مش عامل جوجل شيت، وهنا الإيميل يعني هو هيبعت إيميل، فين الإيميل اللي أنا حاطّه ماشي والcredential وهكذا، تمام. بس الجميل في كده إن هو عمل لي أنشأ لي الwork flow بدل ما أروح أقعد أدوّر على جوجل وأقعد أدوّر على اليوتيوب وأخش أجيب هنا وأجيب هنا وكل الكلام ده. لا، لا، لأ، هو عمل لي الwork flow تمامًا وأي error أنا بارجع له ويبدأ إن هو يعدّل من نَفْسه ويبدأ إن هو يجيب لي الإيه، يجيب لي الwork flow اللي أنا عايزه. طبعًا ده مش نهاية الفيديو، شوف طبعًا قناتنا هتلاقي في فيديوهات تانية كتير. كان معاكم مروان خليل من NNN بالعربي. ما تنساش إن أنت تعمل لايك، شير، سبسكرايب القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. سلام.